السلام عليكم، اهلا بيكم مع فتوح. لو حابب تفتح قناة يوتيوب ومش عارف تبدأ منين، يعني لو عمرك ما عملت قناة يوتيوب قبل كده، فالفيديو ده معمول علشانك. يلا بينا. بداية لازم يكون عندك حساب جيميل، فانت لو عندك حساب جيميل ممكن تخش بيه عادي. طيب لو ما عندكش، يبقى احنا لازم نعمل جيميل. هخش اول حاجة على الجيميل، وليكن ان انا بعمل حساب تاني. بدوس على انشاء حساب لاستخدام الشخصي، بحط اسمي الاول واسم العائلة اختياري. بعد كده بدوس على التالي، بكتب تاريخ الميلاد، الشهر، السنة، وبحدد الجنس، وبدوس على التالي، وبكتب اسم المستخدم مثلا، وبدوس على التالي. تمام، لو الاسم دوت متاخد يبقى المفروض انا هكتب اسم تاني، وبدوس على التالي. تمام، بيقول لي دخل كلمة المرور. بختار كلمة مرور تكون قوية شوية عشان ما يبقى سهل اختراقها، وبدوس على التالي. بعد كده بيحتاج اني ادخل رقم التليفون. بعد ما بدخل الرقم التليفون بيبعت لي 4 أو 6 أرقام على التليفون بتاعي. تمام، وبعمل نظام التحقيق. وبعد ما بدخل نظام التحقيق بيبقى عندي الإيميل موجود. تمام. طيب بعد ما أنشأت حساب جوجل، تمام، أقدر دلوقتي أروح على اليوتيوب. تمام، وأدوس على اليوتيوب. وباجي هنا على تسجيل الدخول. تمام، بيجيب لي حسابي اللي أنا أنشأته. تمام كده بقيت داخل على اليوتيوب بحسابي. هتلاقي هنا ام اللي هي تمام بداية اول حرف من الايميل اللي انا عملته. تمام، بعد ما سجلت ودخلت باليوتيوب بحسابي بقى عندي حسابي موجود هنا متعرف. تمام، بدوس على على الشمال هتلاقي الحساب. تمام، وهاجي على كلمة انشاء قناة. تمام، وادوس عليها. تمام، هيقول لي اختار الصورة، هي يعني ايه الاسم. تمام، واكتب مثلا كلمة المعرف لو عجبك المعرف اللي هو كاتبه يبقى تمام. واختار صورة مثلا. اقدر اخش على الكمبيوتر بتاعي واختار صورة، او بختار اي صورة من الخيارات اللي عندي. تمام، وبدوس دان. تمام، بقى عندي القناة، بقى عندي الصورة، بقى سوري، بقى عندي الاسم، وبقى عندي الصورة، وبقى اسمي عند اسم المعرف. تمام، بدوس انشاء قناة. وبكده بقى عندي القناة جاهزة. ودي الصفحة الرئيسية بتاعة القناة، لوحة البيانات الخاصة بالقناة. بيبقى عندي هنا عدد المشاهدين، وقت المشاهدات بالساعات، إحصائيات أو إحصاءات حول القناة، المشتركون الحاليون، يعني إن شاء الله لما يبقى عندك مشتركين بتبقى ظاهرة هنا. هنا لما باجي أحمل فيديوهات، لما يكون عندك الفيديو جاهز، سواء كنت عامل الفيديو على التليفون فبتحوله على اللابتوب أو الكمبيوتر.
تمام، وبتيجي هنا على تحويل فيديوهات وبتختار الملف، ومن هنا بتقدر ترفع الملف. خلينا اول حاجة نروح على التخصيص، يعني نشوف القناة بتاعتي هتكون متخصصة في ايه. بس قبل ما نروح للتخصيص عايز برضو اقول لكم على حاجة مهمة، ازاي تحقق ربح من اليوتيوب. هنا كل المعلومات بتيجي على علامة الدولار ديت اللي هي تحقيق الربح، وبعد كده بتشوف انت محتاج ايه علشان تحقق ربح. هنمشي كده واحدة واحدة، هتلاقي بدء رحلة تحقيق الربح. يمكن تحقيق الإيرادات من خلال عرض الإعلانات والتفاعل مع المعجبين والاستفادة من أدوات صناع المحتوى وخدمات الدعم. يعني لازم يكون عندك إعلانات عن القناة بتاعتك علشان خاطر تحقق ربح. طيب علشان تحقق ربح لازم توصل لمستوى معين من المشاهدات او من عدد المشتركين. هنا هتلاقي كاتب لك الاهلية تكسب من القناة. باختصار لازم يكون عندك 1000 مشترك، ويكون عندك 4000 مشاهدة في خلال السنة، و10 مليون لو انت بتعمل اللي هي الفيديوهات القصيرة اللي هي الشورت. فلما ان شاء الله توصل دول، بيبدأ اليوتيوب يبعت لك اشعار ويقول لك دخل بقى المعلومات بتاعتك او معلومات الحساب، وتبدأ ان شاء الله تحقق الربح من القناة بتاعتك. الموضوع مش صعب، اهم حاجة ان انت لازم تحط تارجت لنفسك. على الاقل في اول حاجة يكون عندك مثلا فيديو لاتنين كل اسبوع. على المدى الطويل ما تيأس، معظم الناس اللي فتحت قنوات يوتيوب بتقول ان الموضوع محتاج صبر، فلازم نصبر. فكده عرفنا ازاي نحقق ربحية على اليوتيوب. لازم بعد كده نخصص القناة. هنشوف بقى القناة انت هتخصصها لايه. قبل ما نخش على القناة وتخصيصها، زي ما قلت لكم قبل كده احنا رفعنا الصورة، وبيبقى فيه بانر موجود على القناة من فوق كده. ممكن برضو احمل البانر دوت لو حابب. لما بدوس على كلمة تحميل بيروح على الكمبيوتر بتاعي. ممكن مثلا احمل صورة زي ديت، بدوس عليها اوبن، اعادة المحاولة لان الفايل كبير. خلينا ناخد حاجة صغيرة، خلينا نشوف ديت ممكن تكون صغيرة. هي ديت مثلا الصورة بتاعتي، وهقول تم. بعد كده الصورة بتتحمل زي ما انتوا شايفين. دلوقتي اللي هيفتح القناة بتاعتي هيلاقي مكتوب عليها كلمة اهلا بيكم فوق في البانر. البانر بيبقى موقعه هنا. بعد كده عندي مثلا ايه اسم القناة. اسم القناة دوت انا اقدر اغيره مرتين كل 14 يوم. يعني مثلا لو لقيت الاسم صعب بعد كده 14 يوم ممكن اغيره. حاول تختار اسماء صغيرة على اساس يبقى سهل ان القناة بتاعتك تكون سهل ان الناس تبحث عنها. يعني مثلا انا كتبت هنا دروس انجليزي، باعتبار ان القناة مثلا هتكون عن تعلم الدروس الانجليزية، او على حسب ما انت عايز. تمام. الاسم المعرف دوت اللي هو احنا اتعمل من البداية. الاسم المعرف دوت برضو بقدر اغيره، مفيش اي مشكلة، مرتين كل اسبوع. يعني مثلا ممكن اخليها محمد 2025 مثلا. تمام. الاسم المعرف هذا غير متاح، لازم اغيره. مثلا في اسم معرف تاني موجود اهوت، موجود 2025 ب5 كيو. حلو الكلام. بعد كده الوصف، انا بكتب بقى الوصف بتاعي، بكتبه بلوحة المفاتيح عليه. انا مثلا ايه، بما ان انا مخلي القناة ديت يعني هنخليها مثلا نقول انها هتبقى قناة لتعليم الانجليزي، يبقى القناة دي هدفها تعليم اللغة الانجليزية من الصغر، وبطريقة سهلة ومبسطة خطوة بخطوة لكل الناس اللي عايزة تتكلم انجليزي بثقة. تمام. ده باعتبار ان القناة هتكون لتعليم اللغة الإنجليزية. لو أنت مثلا هتعلم حاجة تانية، هتعلم رياضيات، أو هترفع فيديوهات، أو هتعمل ريفيوهات مثلا عن ماتشات الكورة أو ماتشات التنس، اللي أنت عايزه. أهم حاجة إن أنت تيجي في الوصف هنا تكتب الوصف القناة بتبقى عبارة عن إيه. تمام. فبعد كده عنوان اليو ار ال ده العنوان اللي تقدر الناس او تقدر انت تعمله نسخ وتبعته مثلا لاصحابك او الناس اللي انت عارفها، تقول لهم ان هي دي عنوان القناة. مجرد ما بيكتبوه على الجوجل هنا القناة بتظهر. وبعد كده عندي البريد الالكتروني دوت اللي انت سجلت فيه بالنهاية لو فاكرين.
سوري، في البداية، اللي هو بيبقى موجود هنا. وبعد كده عندي تحميل علامة مائية، لو عايز تبقى في علامة مائية معينة او مميزة تكون موجودة على القناة، لما حد بيدوس على العلامة المائية ديت بيقول له ايه مثلا، ايه، اعمل سبسكرايب للقناة. لو حبيت برضو زي ما عملنا البانر والصورة، بتدوس على تحميل، وبتيجي هنا مثلا انا عامل مثلا علامة مائية زي ديت برضو بسايز معين او بحجم معين. بعد كده شوف هنا بيبقى مكتوب عليها سبسكرايب، وبعد كده بدوس تم. في نهاية الفيديو بتبقى عايزة بقى تظهر فين. في ناس بتحب تحطها في نهاية الفيديو، وفي ناس بتحب وقت مخصص، مثلا تيجي هنا مثلا بعد 5 ثواني، او مثلا الفيديو كامل بتبقى موجودة على حسب ما انت عايز ايه. وبعد كده وقت العرض، مجرد ما بختار وقت العرض هي بتبقى اوتوماتيكلي محطوط. بعد ما بخلص كل حاجة، بعد ما اكتب عن القناة والتخصص واسم القناة وكل حاجة واعمل البانر، باجي هنا بدوس على كلمة نشر. تم نشر التغييرات، الانتقال الى القناة. شوفوا زي ما انتوا شايفين كده، ادي البانر بتاعي موجود، ادي الصورة اللي احنا اخترناها موجودة، تمام، وادي تخصص القناة او تخصيص القناة، لو دوست عليها هيجيب لي التخصيص بتاع القناة. وبكده بقى عندي قناة كاملة تقريبا فيها كل حاجة، مش ناقص غير ان انا ارفع الفيديوهات. ان شاء الله في الحلقة الجاية بعلمكم ازاي ترفعوا فيديو على اليوتيوب. سلام عليكم. يا رب تكونوا استفدتوا، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.